السلام عليكم. لو انت من العيال بنت اللي بتلعب مراهنات فالحلقة دي ليك. انت كشاب بتلعب مراهنات هيبقى لسبب من التلاتة. اول سبب انك عيل بتبقى عاطل بكيفك، مش فارق لك دين ولا فارق لك حاجة، بتلعب عشان تجيب فلوس من الهوا وتروح تصرفه مع البرشام وكيفك، يعني يا اما تصرفه مع بتاعتك ما انت بتبقى. السبب التاني انك بتبقى شغال وكل حاجة بس عينك فارغة وبتدور على السهل وعايز تزود دخلك بأي حاجة وسط الظروف الصعبة، فبتدور على حل حرام حلال مش فارق لك أي حل وخلاص وتبقى برضه. الحالة التالتة بقى لو انت راجل عالظبط وشغال وعارف ربنا، بس شيطانك وزك انك تجرب مرة في التانية مع صاحب ابن جه قال لك خد جرب، طب شوف التفاحة دي بتاع، ولما تجرب تلاقي الله ده جميلة بس برضه ضميرك مأنبك، بيبقى فيك بذرة انسان صالح وصدرك عمال يكرت لك عشان انت بتعمل حاجة غلط وضميرك فايق، والتلات اشخاص دول مختلفين. والسبب المشترك اللي خلاهم يلعبوا لعبة المراهنات دي ضعف الدين عندهم ده اكيد طبعا، والظروف برضو اللي ضيقة على الناس شوية، وان البلد صعبة ومحدش عارف يعيش والكلام اللي احنا حافظينه ده. فاصحاب الشركات دي بتلعب عليك انت وعلى فقرك انك محتاج لا قرش حلال حرام هو مش فارقله، هو عايزك تلعب وخلاص، وانت بتحقق له اللي هو عايزه يدهلك عشان انت فقير وجربوع ومش لاقي تاكل، فانت بتتجه للحاجات دي لدرجة ان هو بقى اولوية عند بعض الشباب يعني يصحى يراهن ينام بيراهن، وعملوا له جروبات على التليجرام والفيسبوك وبقى بياخدوا اراء بعض، في منهم مثلا جزء بيراهن على الماتشات، بيسالوا بعض نراهن على ايه في الماتش وبتاع، واحلى حاجه لما رهنوا يبقى غلط ضفطس ضحك والله عليهم علم في استاهل الفلوس اللي خسرتها ده. يعني ابوك شقيان وطالع ميتين وانت تاخد الفلوس زي العلق تصرفها في الحرام. في بقى بعض الناس اللي يجي لك من سكه ده تداول وحظ وبتاع وانت زي الدهول برضه بتصدقه، يعني ما هي نفس المنصه اخطر. واحد قال لك ده مراهنه والتاني قال لك تداول، وانت عيني بتروح ورا التداول عشان تريح ضميرك بس، وانت زي العلق مصدقه وماشي وراه. انت يا ابن الحلال استغفر ربك وارجع توب قبل ما باب التوبه يقفل، وصدقني محدش هينفعك، انت هتبقى فرداني قدام ربك مش هتعرف تودي وشك منه فين، فتوب واستغفر وبطل اللي انت بتعمله ده رمضان داخل يا اخي حتى يعني. هقول ايه، ربنا يتوب عليك ويتوب علينا كلنا كده يا حبيب اخوك، لو انت راجل مظبوط ومالكش في الحوارات دي احلى تحيه ليك، عمك سيده بيهنيك، خليك مع ربك وخليك في حالك ان شاء الله ربك هيفرج على قلبه نضيف، واللي ماشي عدل هتفرج ان شاء الله. وكل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رجب اللي هم بلغنا رمضان، كل سنه وانت طيب مقدم. السلام عليكم، كان معاك سيد الحكيم، اتمنى الحلقه تكون عجبتك، لو عجبتك اعمل سبسكرايب ولايك وفعل الجرس. خش شوف باقي الحلقات اللي فاتت على القناه وشوف باقي الفيديوهات التانيه رموزه بيعملها. رموزه ده ابن اخويا يعني، ورموزه ابوه ما هو بيتسمي هو اسمه رموزه فاهم. خش شوف بقى الفيديوهات بتاعته، بتمنى انك بخير وكله بخير، عمك سيدة بيحبك، السلام عليكم.